السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل كده تكون سايب عربيتك راكنة جنب مبنى فخم في وسط لندن، وترجع تلاقي المرايات سايحة والطلاء مقشر والتابلو شبه مولع. هتفتكر ان في حد حاول يولع فيها ولا حاجة، بس الحقيقة ابسط من كده واغرب كمان. السبب كان ناطحة سحاب. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أغرب الكوارث الهندسية في العصر الحديث. مبنى معمول بشكل جميل ومبهر، لكن تسبب في كوارث بسبب انعكاس الشمس عليه. ازاي ده حصل؟ وهل فعلا التصميم هو السبب؟ وايه اللي حصل بعد الكارثة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. بس لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. في سنة 2013 اتبنى مبنى جديد في قلب لندن في شارع اسمه فينشر ستريت. المبنى ده كان من تصميم المعماري الشهير رافائيل فينولي، وكان عبارة عن ناطحة سحاب من 37 دور، ارتفاعها حوالي 160 متر. المبنى كان مميز جدا في الشكل لدرجة ان الناس سموه واكي تاكي، لانه شبه جهاز اللاسلكي، واسع من فوق وضيق من تحت. الواجهة بتاعته بالكامل كانت من الزجاج، وده كان جزء من التصميم العصري اللي بيخلي المبنى يعكس السماء والمنطقة حواليه. بس في مشكلة حصلت محدش كان متخيلها. بعد افتتاح المبنى في فترة قصيرة، الناس اللي ساكنين وبيشتغلوا حواليه بدأوا يلاحظوا ان في حرارة غريبة في الشارع. وفي يوم من الايام، واحد سايب عربيته الجاguار راكنه جنب المبنى رجع لقاها سايحه. المرايات الخارجيه اتشوت، والتابلو الداخلي بقى عامل زي البلاستيك اللي اتعرض للنار، وحتى اجزاء من الطلاء الخارجي اتقشر. الموضوع كان صادم. ازاي مبنى يسيح عربيه؟ في الحقيقة الإزاز اللي على واجهة المبنى كان منحني شوية، ولأن التصميم كان بيضم تقوس بسيط للخارج، الإزاز اشتغل زي عدسة محدبة ضخمة. العدسة دي كانت بتركز أشعة الشمس كلها على نقطة معينة في الشارع، زي ما تكون ماسك عدسة ومركزها على ورقة عشان تولع فيها. الحرارة اللي اتجمعت في المنطقة دي وصلت لأكتر من 90 درجة مئوية، يعني كأنك سايب العربية جوه فرن. الشركة المعمارية طلعت واعتذرت وقالت انهم ما اخدوش بالهم من تأثير انعكاس الشمس. وفي تصريحات تانية رافائيل فينولي قال انهم فعلا حسبوا كل حاجة ما عدا اتجاه الشمس في الصيف. معقول ان مشروع بملايين يتم فيه تجاهل حاجة اساسية زي كده؟ علشان يحلوا المشكلة ركبوا الواح معدنية على الواجهة بتمنع الانعكاس المباشر، وكمان دفعوا تعويضات للناس اللي اتضرروا. المبنى لسه موجود ولسه بيتسمى واكي تاكي، لكنه بقى كمان رمز لغلطة هندسية غريبة. القصة دي بتأكد ان التصميم مش مجرد شكل حلو، التصميم مسؤولية، وكل خط في الرسمة بيأثر على الناس في الشارع. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد.